فقد عقدت المحكمة العليا في مقرها الصيفي بالطائف جلسة مساء هذا اليوم الأحد 29 من شهر رمضان لهذا العام 1435 للهجرة حسب القرار المذكور، متحرية ما يردها من المحاكم عن رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1435 للهجرة. وبعد الاطلاع على ما وردها بهذا الخصوص ودراسته، فقد ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1435 للهجرة بعد غروب شمس هذا اليوم الأحد بشهادة عدد من الشهود العدول في بعض محافظات المملكة ومراكزها. ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، رواه البخاري. فإن المحكمة العليا تقرر أن يوم غد الاثنين الأول من شهر شوال من عام 35 و400 وألف للهجرة حسب تقويم أم القرى الموافق 28 من يوليو تموز 2014 للميلاد هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1435 للهجرة. والمحكمة العليا تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي العهد حفظهم الله وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية وجميع الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك. لا تسأل الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يجمع شملهم ويوحد كلمتهم ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، إنه سبحانه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رئيس وأعضاء المحكمة العليا: عبد العزيز بن إبراهيم الحصين عضو، دكتور عبد الإله بن عبد العزيز آل فريان عضو، سليمان بن إبراهيم الحتيثي عضو، أحمد بن حمد المزروع عضو، محمد بن شريم الشعبي عضو، عبد الله بن عبد الرحمن القاسم عضو، أحمد بن مقبول حكمي عضو، سعد بن محمد الغامدي عضو، عبد العزيز بن عبد الله المجلي السبيعي عضو. رئيس المحكمة العليا غيهب بن محمد الغيهب.